السلام عليكم الزينات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بصحة وعافية يا رب. اليوم راح نشارك معاكم الكفتة تاع السردين. درك تبعوا معايا المقادير وجربوها خطوة بخطوة، راهي بنينة عسل. درك هنا جبت رطل تاع سردين، نقيته مليح ونحيت له هذاك السرسوق هذاك اللي فيه. هنا زدت له كمية من الروز، كنت طيبته يعني طاب مليح. وزدت له الثوم، كثروا الثوم راهو يحب الثوم. وضفت له هنا معدنوس، قطعت المعدنوس، وحبة بصل متوسطة قطعتها حتى هي رقيقة وضفتهم عليها وخلطهم. وعنا التوابل، نسحقوا فلفل اكحل ونسحقوا الكمون كما تعرفوا، الحوت راه يحب الكمون والملح طبعا. وتقدروا تزيدوا الفلفل الاحمر. انا هنا ما درتش فلفل احمر، دركا ما كنتش حابه ناكل الحار، خليت لاصوص تاعو برك اللي درت فيه الهريسه. هنا درت فصوص من الثوم كما راكم تشوفوا. وندخلوا المكونات كامل في بعضهم بيدينا حتى نتحسوا كشغل ولا مزيج واحد. والسردينه هذيك حتى هي تتفترش معاكم. درك سردينه راني شريت هذيك الرقيقه خلاص، تسمى سبيسيال، يعني يديروها هكا للكفته، ما تقليوها مش راح تجي، ما تجي صغيره بزاف خلاص. كما تلاحظوا هنا خلطتها مليح ورحت شكلتهم كويرات ودخلتهم للكوشة، دخلتهم يعني طيبوا في الفور. كما تقدروا تقليوهم، انا حبيتهم يكونوا صحيين خير ما نقليهم في الزيت. وهنا رحت نحضر لاصوص طوماط تاعي. هنا درت فيها غير الثوم، ما درتش البصل. وحطيت له زيت وضفت عليه طماطم مكعب، رحت ربيتها مليح، شوفوا كيف ما راهي تكون ليس. وحطيتها مع المكونات وضفت عليها كيف كيف الفلفل اكحل والكمون والملح، ونخليهم يتقلاو على نار قليلة. هنا بعد ما تقلاو لي انا نروح نزيد عليهم شوية هريسة وشوية طماطم مصبرة كيف كيف، ونخليهم يزيدوا يتقلاو شوية برك. وضفت عليها هنا الماء، يعني مرقتها وتخليوها تطيب في غرضها حتى تختار. كي تشوفوها بدات تختار شويه، تروحوا تجيبوا هذوك لي بول تاعكم اللي كانوا طابوا في الفور، وتضيفوهم هنا في لاصوص وتخليوهم يغليو. وكل واحد كيفاش يحبها، كاين يكون حب فيها لاصوص بزاف، وكاين يحبها تكون ناشفه. وبالصحه والراحه.